كان في إقبال على التعليم في هذيك الفترة. طبعا الفصول ملأة والناس تدرس، وكان التحصيل، كان عندنا زملاء شعلة ما شاء الله، شعلة في المدرسين إيش جنسياتهم في هذيك الفترة؟ والله يوجد السعودي ويوجد المصري ويوجد السوري، كانوا يعلمونا. وأنا أذكر أستاذ المصري كان هو أستاذ لغة عربية، كان شوية صعب كده من الصعيد، وكان يجي يسنن الأولاد، يسننهم كأنهم غنم. كيف يعني يسننهم؟ يعني يجي يقول له كم عمرك ده؟ يجي مثلا، أنا أتذكر إنه كنا في الفصل وجاء خطاب من الوزارة، ما كان وزارة أول، كان إدارة التعليم، بتسنين الطلبة، يعني تحديد أعمارهم، كم ده عمره وكم ده عمره، وما في أحد عنده خبرة، فيجيبوا هذا الأستاذ كان يشتغل في مصر، وكان عنده خبرة في التسنين. قالوا له من فين اتعلمت؟ قال والله أنا كنت أسنن الغنم. والله، وكبر ناس وصغر ناس وعلى مزاجه ماشي خلاص يعني.